السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما ننساش يا حبايب قلبي ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب عاجلا غير آجلا، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ترحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي بالعام الهجري الجديد، ربنا يجعله كده عام الهنا والخير والسعادة علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله النهارده هنبتدي مع بعض. انتوا كنتوا عارفين اليومين الحر، احنا لسه في الحر عموما يعني، بس بصراحه الواحد مش عارف يقعد من غير طيور وكده. انتوا عارفين الواحد يعني ايه، بنام خد على تربيه الطيور، اما بقعد شويه كده من غير ما يجيب بيبقى حاسس ان ايه ناقصه حاجه وكده، وما بيبقاش عارف يمشي خالص. فانتوا عارفين شويه الحر اللي فاتوا دول انا ما كنتش عارفه انزل منهم، فقلت انا هجيب بقى حاجه على قد كده، يعني ايه، امشي نفسي بهم كده بحاجه قليله من ناحيه عشان الحر لا قدر الله ولا حاجه يعني. مشوا معايا مشوا كده يعني، اخد بالي منهم والباقي على ربنا. بس انتوا عارفين يومين الحر ده ما ينفعش ان انت تكتري طيور او يعني ايه تكتري عدد في المكان. فانا قلت امشي نفسي كده ان شاء الله باذن الله كده بدهم عما الجو يطر شويه نبتدي مع بعض في كميات بقى زي ما كنا شغالين ان شاء الله باذن الله. النهارده الكتكوت الابيض زي ما انتم شايفين، انا لسه ما طلعتش بهم فوق ولا لسه عملت لهم حاجه خالص ولا فرشت ولا حاجه، أنا لسه جايباهم يعني الوقت اهو. فقلت اما اصور واقول لكم على الاسعار اللي عايز يعرف الاسعار ولا حاجه، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هطلعهم بقى واحطهم في البوكس فوق. زي ما انتم عارفين انا ببقى اجيب الطيور بحضنها الاول في البوكس، ومش هحط لهم بقى يعني، ممكن ما احط لهمش كهرباء ياكلوا كده طول النهار كده في نور ربنا في حته سلكه بسيطه كده في البوكس من فوق، او اشغل لهم لمبه حمراء بتاع بيضه من اللي هي الموفره، لان انتوا عارفين يا حبايب قلب الجو حر ودرجه الحراره عاليه يعني. فان شاء الله باذن الله كده ربنا يجعلها دوره الخير علينا وعليكم يا رب، وربنا يطعمنا منها ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم لسه جايبهم من وقتي، يعني هطلعهم بقى ان شاء الله باذن الله. ممكن اصورهم لكم بقى ان شاء الله بكره الصبح. احنا الوقت يا حبايب قلبي يعتبر العشاء هتبدا، انا جايبهم النهارده اخر النهار يعني. اصورهم لكم بكره ان شاء الله باذن الله بعد ما افرشهم يوم الفرشه بقى واظبطهم كده بالبوكس وكده. بس انتوا عارفين بقى الحته ضلمت وكده زي ما قلت لكم جايبهم لسه دلوقتي، فمش هينفع بقى اللي انا يعني اطلع بقى الوقت اصور فوق او حاجه. لا انا قلت اما اصور واقول لكم الاسعار اللي حب يعرف الاسعار. وان شاء الله باذن الله نبتدي مع بعض بكره بقى اقول لكم عملت لهم ايه واوريكم بقى المكان اللي هحطهم فيه كده. النهارده يا حبايب قلبي الكتكوت دي كتكوت بلدي مشعر اهو، بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهني. زي ما انتم شايفين كده الوان بسم الله ما شاء الله جميله. شوف دي يا حبايب قلبي عامل ازاي، لونه روعه 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 بسم الله ما شاء الله كده يعني يفرح كده. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي اهو، فحطينا حتى في وسط الفراخ البيضه كده بسم الله ما شاء الله عليه زي العسل. شايفين عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. الاسعار النهارده يا حبايب قلبي، الاسعار النهارده الفراخ البلد المشعر زي ما انتم شايفين كده دي ب 8 جنيه. هو كان امبارح ب7، عمالنا رحنا جبناه النهارده كان ب 8 جنيه اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده شويه فراخ هنا، ربنا يطعمنا منهم يا رب ان شاء الله باذن الله. انا يا دوبك هخلص الفيديو ده معاكم واقوم افك عنهم كده في البوكس فوق. انتوا عارفين الجو حر يا حبايب قلبي، ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله وما يخسرش حد يا رب، لا احنا ولا انتوا يا رب ان شاء الله باذن الله. شايفين الوان الفراخ البلدي يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. بحب انا الوان الفراخ البلدي دي عسل عسل عسل، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. فزي ما انا قلت لكم النهارده الكتكوت البلد المشعر ب 8 جنيه غلى جنيه عن امبارح اهوت. الفرخ ده عاجبني قوي 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 يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا حبايب قلبي اهو عسل 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 اهو. يبقى كتكوت البلد المشعر ب 8 جنيه. كتكوت البلد دي قب يا حبايب قلبي، النوع دي قب اهو بسم الله ما شاء الله، حجمه جميل جميل جميل. زي ما انتم شايفين الفرخ بسم الله ما شاء الله ملو ايدي ازاي. يعني انتوا بتبقوا عارفين الفراخ في الحر بتبقى يعني ضعيفه ومهلوكه وكده، دوم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفرخ ملو ايدي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. شايفين برده رجليه زي ما انا قلت لكم برده الفرخ معاكي بيفرق كده، بتحس اللي هو حركته يعني نشيط كده. شوفوا رجليه اللي هي التخينه، مش الرجلين اللي هي بتبقى فيها عرق ازرق من ورا كده ورفيعه، لا بسم الله ما شاء الله. يعني ساعه ما شفنا الفراخ ديت او انا شفتها قلت بسم الله ما شاء الله ده الفراخ يعني بتبقى في الحر دوت ضعيفه وهلكانه وكده بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الفرخ معانا اهو ملو ايد النفر اهو.
الفرخ النهارده يا حبايب قلبي هو كان نزل ل20 جنيه. الصراحه انا كنت سائله عليه قبل يومين كان ب20 جنيه، فما جينا نجيب النهارده جايبينه ب22 جنيه اهو. واحنا اخر الاسبوع كمان يعني على يوم السبت يا حبايب قلبي يعني ايه ممكن يزيد شويه، او يعني هي بتبقى بظروفها. بس عمال كنت سائله من يومين كان ب20، النهارده ب22 اهو، زاد 2 جنيه اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم ما كترتش يا حبايب قلبي عشان الجو حر وكده، بس انا بقالي فتره زي ما انتم عارفين ما نزلتش طيور وما اشتغلتش، فالواحد كان قاعد زهقان وكده، والواحد برضو ما بربيش ما بيعرفش ياكل. هي الفراخ الوقت الفراخ البيضه الذبيح التسمين يعني الكيلو ب75 جنيه في المحلات. النهارده الكيلو ب75، نزلت النهارده الكيلو ب75 في المحلات. بسم الله ما شاء الله. فالنفر يعني يجيب له ايه قيمة 10 ولا حاجة، يحطهم في التلاجة كبار، عمدهم ربنا ايه يعني يسهل كده بقى ايه، ونشتغل كده من اول وجديد كده بعد العطلة الجامدة اللي احنا قعدناها. ريحنا شوية جد اهوت بقى، فنبتدي بقى ايه زي ما انتوا عارفين بقى يعني شوية بشوية كده. يعني انا ببقى معوداكم على طول بنبقى في الصيف بقى بنجيب كميات بسيطة كده ونشتغل، عما الجو اضطر وكده بنجيب بقى ايه كميات كتيرة وكده اهو. هو جايب لي دول معاهم هما دي بقى ايه دواء الاستقبال. ديت بتحط منها غطايه بالليل، هحط لهم من دلوقتي غطايه. انا مش هحط لهم ميه بسكر ولا اي حاجه، الجو حر. انا هحط لهم غطايه من دلوقتي على السقايه، والصبح معلقه صغيره من دي او نص معلقه اهي. دي اللي انا هعمله لهم النهارده. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي عسل عسل عسل. زي ما قلت لكم بقالي فتره بقى ما نزلتش فراخ، فانا مبسوطه جدا 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 منهم. ويعني شوفوا بسم الله ما شاء الله كده، مش وصفه الفرحه بتاعت النهارده، لان هبتدي ان شاء الله شغل تاني، وابتدي تربيه طيور تاني ان شاء الله بعد ايه اجازه ايه. احنا مأجزين يعتبر من امتى حبايب قلبي؟ من اخر فراخ كانت عندنا بلدي وبيضه بعد العيد، كنا بايعين بعد العيد الكبير. انا لا العيد الكبير ايه ده، العيد الصغير. العيد الكبير ده كان انا عندي ليا اخوان ليا اما انا اللي بايعه ومخلصه. كنا كان طيور عندنا ليا اللي بيتي يعني، اما احنا مخلصين البياع وكده في الفراخ البلدي. انتوا كنتوا عارفين جايبه كميه، كنت جايبه 100 ابيض وكنت جايبه 50 100 بلدي و50 ابيض، فكنا مخلصين ايه بعد العيد الصغير على طول. فربنا كده يجعلها دورة الخير، ويجعلنا يا رب ان شاء الله باذن الله كده بدايه حلوه ان شاء الله باذن الله كده. وزي ما انا قلت لكم نبتدي بقى النهارده كده مع بعض كده اول يوم دوره جديده، ربنا يجعلها دوره الخير علينا يا رب ان شاء الله باذن الله، وربنا يطعمنا منها وما يخسرناش. وحابه اعرفكم الاسعار. الابيض النهارده دي الكب يا حبايب قلبي ب22 جنيه، البلدي المشعر ب8 جنيه النهارده. دي غلى جنيه ودي غلى 2 جنيه. دي كان ب20 بقى ب22، دي كان ب7 بقى النهارده ب8 اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. فدي كان يومي معاكم النهارده، وده كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. حبيت اصور معاكم كده حبايب قلبي قبل ما اطلعهم واقول لكم على الاسعار. وان شاء الله انتظروا مني فيديو بكره ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.